أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديت بالنور المبين سبيلا. أرسلت موسى بالتوراة مرشدا وابن البتول فعلمنا التنزيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. الآن مع كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد عبد الباسط، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر للبنين بقنا، فليتفضل مشكورا مأمون. درجات وكان ذلك في الكتاب مسطورا. جعل العلماء ورثة الأنبياء وأيدهم بالفرقان دستورا. وأصلي وأسلم على خير خلق الله وخاتم رسل الله سيد ولد آدم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحضور الكرام، كل عام أنتم بخير. شهر كريم موسم للخيرات ومنبع للنفحات. الله نسأل أن يتقبله منا وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، اللهم آمين. بداية أتقدم بخالص الشكر والعرفان مع عظيم التقدير والامتنان لمعالي الوزير طيار أركان حرب سعادة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا. أشكره على تلبيته الدعوة وتشريفه هذا الحفل على الرغم من نفاسة وقته وكثرة مشاغله. الله أسأل في هذا الشهر الكريم أن يبارك في عمره وأهله وأن يمتعهم بالصحة والعافية. كما لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بأسمى آيات الشكر لرجل أفنى عمره في خدمة الأزهر. إنه العالم الرباني فضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا وكيل الأزهر بمحافظة قنا حفظه الله وأدام فضله وعطاءه، اللهم آمين. وإنه لمن دواعي سروري أن أتقدم بجزيل الشكر لنجم من نجوم الوعظ في سماء قنا، فضيلة الشيخ محروس أحمد حسين مدير عام منطقة وعظ قنا. الله أسأل أن يجعل سعيه في ميزان حسناته. كما أرحب في هذه الاحتفالية بعلم من أعلام وزارة الأوقاف المصرية فضيلة الأستاذ الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا. الله أسأل أن يوفقه ويسدد خطاه وأن يحفظه ويرعاه. كما نرحب بهذه الوجوه الطيبة النضرة التي شرفت هذا الحفل. أقول لكم جميعا طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا.